لا يخفى عليكم فضل هذه الأيام ولا فضل هذه الليالي، ولا ثناء القرآن عليها، ولا ثناء الهادي عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ما كان من قبلكم ممن يعظمها ويعطيها حقها. سنن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها أن نذكر الله ونكبر عند رؤية الإبل وعند رؤية البقر وعند رؤية الغنم، كل ذلك تعظيما لهذه الأيام، وكل ذلك شرفا لهذه الأيام، وكل ذلك كرامة لهذه الأيام. لا لأنها مفتتح يوم الحج الكبير، مفتتح يوم التعرف الإلهي الذي يتعرف الله به على الأمة سبحانه وتعالى ويغفر لهم، ويحضرون في ذلك الجبل أو في ذلك الوادي أو في تلك الساحة الفيحة الكبيرة التي سماها هو عرفات، لما يتنزل فيها من التعرف الإلهي، ولما يحصل فيها من اللطائف، ولما يحصل فيها من الإمداد، ولما يحصل فيها من الخير. حتى ورد عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من وقف بعرفات فظن أنه لم يغفر له فذلك مفعول. ذاك يوم يتجلى المولى سبحانه وتعالى فيه. والعلماء ذكروا لنا أن من لم يحج سن له أن يصوم يوم عرفة، وسن كذلك للأمة أن تدعو بفضل يوم عرفة، فقد ورد في كتب الفقه وكتب الحديث أنه يسن للإنسان أن يدعو بفضل هذا اليوم ويطلب من الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا اليوم وبواسطة الصائمين فيه. فقال: اللهم بحق صائمي يوم عرفة لا تحرمني من ثواب عرفة. هذا كله لما يحصل ولما يتنزل، وهذا كله يوم الموكب الكبير. هذا موكب الإسلام، هذه عظمة الإسلام، هذه مفاخر الإسلام، هذه اجتماعات الإسلام، هذه محاضر الإسلام، هذه ندوات الإسلام. إذا اجتمع السواس لنواديهم لمجالسهم وأنديتهم، وأهل الأدب لمجالسهم وأنديتهم، هذا جمعنا الله فيه بواسطة الحديث صلى الله عليه وآله وسلم وجعله قريب للاستغفار. والشارع صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن الذي أنزله عليه سبحانه وتعالى يثني على هذه الأيام ويعرفنا فضيلة هذه الأيام وما يحصل في هذه الأيام وما يكون في هذه الأيام، لأنها كما قلنا تقدمة وتوطئة ليوم عرفة. ومن فضل يوم عرفة وفضل عيد عرفة التي سمعت كلام الشاعر فيه قصيدة الأخ محمد فيها: حرم الله علينا في ذلك اليوم وما بعده من 3 أيام أن يصوم الإنسان، وأن لا يتزين الإنسان، وأن لا يتجمل الإنسان، وأن لا يحضر الإنسان فيها وهو على هيئة استعداده لحضوره للعيد، لأنها كما قال لكم عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وبعال حلال. لكن لأن المولى تعرف فيها لهذه الأمة، تعرف فيها لكثير من هذه الأمة. من تعرفه كان الصوفية رحمهم الله وكثير منهم يحرصون على أن يحجوا ويدعوا لهذه الأمة. قال الغزالي رحمه الله إنه كان واحد من الصوفية اسمه أحمد بن خفيف، كان حج 39 حجة، فلما وصل إلى 40 قال: نويت هذه الحجة لمن لم يقبله الله في عرفة. قال: فحصلت له نومة فإذا هو يرى فيها رب العزة يقول له: يا أحمد أتتسخى علي؟ وهكذا يكرر له الكلام، يعاتبه، يعني يقول له: تريد في هذا اليوم أن تظهر كرامك؟ هذا يوم كرم
كرمي أنا، هذا يوم عطائي أنا، هذا يوم فضلي أنا، هذا يوم الذي لا يبقى فيه أحد من هذه الأمة، لأنها ما يخرج واحد من عرفات إلا ويشفع الله في المغفرة لأهل الموقف، كما ورد. قالوا إنه ورد أنهم لابد من أن يقف في هذا الموقف 60,000، وإذا وقف 60,000 قالوا تنال المغفرة أعلاهم. في سنة من السنين كان الملكان يتحدثان فيما بينهما، وكان أحد الصالحين يسمع الحديث، قال له: هل غفر الله لأحد من هذا الموقف؟ قال له: نعم الثاني، غفر الله ل6. قالوا: ل6 فقط؟ قالوا: ل6 فقط، ولكنه أعطى كل واحد 600 من هؤلاء، وكمل العدد كله. فذاك يوم الفضل العظيم، وهذه الليالي كما لا يخفى، وهذه الأيام كما لا يخفى. وماذا ينبغي للإنسان فيها؟ ينبغي للإنسان فيها الاستعداد ليوم عرفة ولدخوله في ميدان الرحمة، وفي ميدان الحج الأكبر، وفي ميدان الوفود التي تأتي كلها تحت ضيافة المولى سبحانه وتعالى. دعيها ربكم بواسطة إبراهيم بواسطة محمد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من هذا الذي أمر إبراهيم بالأذان؟ أمره ربه، ولما أمره ربه التزم بضيافة هؤلاء الوفود الذين يريدون، ثم التزم بكفالة من ترك أولاده وسار بهذا النداء ووصل إلى هذا النداء وحصل له في عرفة ذلك النداء. هذا كله من كرامة المولى سبحانه وتعالى وكرمه بهذه الأمة، بهذا الخير الكبير، بهذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أوجب علينا هذا الحج وجعله في العمر مرة مع العمرة لا رحمة وشفقة بهذه الأمة، بضعيفها وبقويها. ثم ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ويسرت له رزقه تمضي عليه 5 سنوات لم يفد علي لمحروم. فإذا تيسر للعبد أن يقف في ذلك الموقف، وأن يحضر مع وفود الله، وأن يحضر في أضياف الله، وفي ذلك الكرم الواسع، وعلى تلك المائدة المبسوطة، فينبغي له أن ينظم الرغبة فيها، وأن يتوقع ويتحدث حقيقا إيجانيا بأن الرحمة المبسوطة في ذلك اليوم لا تبسط فيما سواه. تبسط رحمات وللمولى نفحات وللمولى تعرفات، لكنها كيوم عرفة لا. هذا يومه سبحانه وتعالى، وهذه دعوته سبحانه وتعالى، فلا ينبغي كما ذكرنا إلا أن يستعد الإنسان لها من قبل. يستعد أولا بخروجه عن ظلماته كلها، ظلاماته وشبهه وظلمه وجميع ما كان منطوي عليه. وكل واحد كما يقولون الحضرموت كل واحد أجرى بقدر بيته، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل المولى سبحانه وتعالى إلا الطيب من العبد. فينبغي له أن يكون زاده طيب، ومركوبه طيب، وسعيه طيب، وعمله طيب، ونيته طيبة، ومقصده طيب. من المقصد أن يوسع المشهد في ذلك اليوم، وأن يعظم الأجر، وأن يعظم الرغبة في ذلك اليوم. وهذه كلها تمهيدات وتوطئات لذلك اليوم العظيم. فعلى الإنسان من قدر على أن يقدم قربان لربه في غير واجب وفي غير سنة من سنن الحج، أضحية أو قربان. كان صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينقص عليه شيء ولا يأتي على شيء مما يريد ولا تقصير ولا شيء، لما جاء لحجه ولما جاء لعمرته الأخيرة
ولما كان يعتمر عليه الصلاة والسلام جاب الحجة الأخيرة وجاب البدن معه والأضاحي والهدي كله 100 راحلة من الإبل. ولما كان أراد أن يعلمنا القربة نحر 60 منها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأمر علي أن ينحر 40 فنحر 40 علي. ولما وضعت كلها على الأرض وظهرت قال لهم ائتوني من كل شيء بقليل، من كل شيء من الجمال بقليل منها، وأكل من كل شيء عليه الصلاة والسلام قليل من تلك، وجعلها كلها صدقة وجعلها كلها هدي. وما معنى الهدي؟ كثير من الناس يستشكل أو لا يدري ما هو الهدي وما هو الفداء وما هي الأضحية. هي 3 أنواع. فالهدي هذا كما حكى لكم الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا تعظيم للبيت الحرام. وتعظيم البيت الحرام تعظيم لمن؟ تعظيم لله سبحانه وتعالى. فربما يحج الواحد ولا يدري عن نفسه أو يدخل عليه أن يشتري له راس غنم ب500 ريال أو 400 ريال فلا يهديه للبيت الحرام. ثم الأضحية. الأضحية ندب إليها الشارع وسنها الشارع وطلبها الشارع، وضحى صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه وضحى عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم لعظم مكانها ولموضعها من الدين ولموضعها كذلك. وجعلوا العلماء تلك السنة سنة متعاقبة في كل زمان، وكان الكثير منهم وكان أهلنا رحمهم الله يشترونها من شعبان من شعب نبي الله هود، يشترون كثير من الأضاحي ويسمنونها ويعظمونها ويكرمونها، حتى إذا كان يوم العيد ذبحوا الأولى، فإذا كان يوم الثاني ذبحوا الثانية، فإذا كان اليوم الثالث ذبحوا الثالثة، فإذا كان اليوم الرابع ذبحوا الرابعة، وبانتهاها انتهت أيام التشريق. كل ذلك تعظيم. وإذا لاحظ الإنسان حالهم في ذلك الوقت وما كانوا عليه من أمر الدنيا يعلم حقيقة أن ما عندهم شيء من الدنيا، ولكن عندهم من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى ما دعاهم لأن يأخذوها ويثمنوها ويذبحوها ويقدموها على كل شيء مما سواها. كل ذلك تعظيما لهذه الشعائر، تعظيما للحرمة، تعظيما للكرامة، تعظيما للدين، تعظيما لأمر سيد المرسلين، تعظيما لما دعا إليه الدين الحنيف. هذا التعظيم ما هو بسيط من الإنسان. إذا كان المولى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وما مع الإنسان إلا تقوى القلب. أما تقوى الظاهر فلا تقوى، وأما تقوى الكلام فلا تقوى، وأما تقوى اللسان فلا تقوى، لكن التقوى محلها القلب. ذكرها لنا القرآن بنصها وبفصلها، فتركنا منها في واقع أمر نعرف فضلها ونعرف حكمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليعرف كل واحد وليعلم كل واحد ماذا كان موضعه في قلبه تعظيم الشعائر، وماذا كان في قلبه موضع تعظيم الدرهم والدينار الذي هو في يده والذي هو يحب أن يصر عليه، فلا يخرجه في مواضعه ولا يخرجه في مواضعه ولا يخرجه في طريقه ولا يخرجه في محله. هذا كما ذكرناه لكم. ثم كانوا أهلنا ماذا كان من شأنهم؟ كان يوم العيد والثلاثة الأيام ويوم الوقوف وما قبله من يوم المشعر الحرام الذي يسمونه يوم المزدلفة، يكرمون ذلك اليوم إكرام كبير، فيذبحون له ويعظمون ذلك اليوم، وهو اليوم 8 عاد هلا. ثم يأتي اليوم 9 يوم العيد فيعظمونه ويكرمونه أكثر وأكثر. وكانوا حتى يوم التروية يوم 7 يجعلون له حرمة ويجعلون له تعظيم ويجعلون له إكرام، كل ذلك لتعظيم هذه الشعائر.
كل ذلك لكرامة هذه الشعائر. ثم كانوا يحافظون على الأوامر النبوية، كان الواحد يحافظ على رأسه فلا يحلقه إلا بعد 10، ولا يشرب إلا بعد 10، ولا يحرك شيء من شعره حرصا على أن تدخل الضمانة وتدخل تحريم الشعر على النار وتحريم الظهر على النار حتى يكون إلى ذلك اليوم. ويشبهون أنفسهم بالحديد في ذلك اليوم إكرام. وكانوا عندكم كما عرفتوا كلكم إذا كان يوم الدعاء يوم عرفات يطلعون إلى الوادي المنور في تريم فيجتمعون وكأنما هم في عرفات. وعرفات هي الموقف التي جعلها الله، ولكن كم من موقف عرفة، وكم من منزل عرفة، وكم من ساحة عرفة، وكم من محل عرفة. فإذا حضر من اتصل قلبه بالسماء أنا عرف. وإذا كان القلب لا يزال في غفلة، لا يزال في لهو، لا يزال في شهوته، لا يزال في عدم معرفته بتعظيم الشعائر، فما فاته أكثر مما ربحه، بل ربما لم يربح شيء. كنا إذا حضرنا مع الشيوخ نرى الشيوخ في أحوال أخرى في ذلك اليوم، وإذا طلعوا إلى ذلك الوادي المبارك وكنا نهرع من بلداننا لنحضر مع تريم وأهل تريم في ذلك الموقف المشرف. وكان كما تسمعون كان الحبيب علوي بن عبد الله رحمه الله في إحدى السنين الخالية التي مرت في السنة التي أصاب الناس فيها في يوم عرفة شيء من البرد وشيء من المطر، وأصيب من أصيب وحفظ من حفظ، وأخذت الخيام كلها من الهواء العاصف. قال الحبيب علوي قاعد وكأنما هو يشاهدهم، يقول وكأنما بيده الزمام ادعوا لأهل عرفة فإنهم في كرب شديد. كأنما هو يشاهد، وهو يشاهد بلحظ البصيرة، وكم من بصيرة مفتوحة لا أثر للبصر معها، ولا محل للبصر معها، ولا كلام للبصر معها. كان عندي علي مشهور يخبرنا عن والده أبي بكر المشهور، قال إنه كتب لي وأكثر الكتابة، قال لي أرسل لي مركوب لأجل يطلع إلى أحور وإلى الجهة القبلية عند ولد يشوفه يعلم. قال بعد ما قدرت على المركوب اشتريته له بعد عناء شديد وأرسلته. فلما وصل قال هيا بنخرج بنستأذن الأخ علوي بن عبد الله في إشهاد. قال خرج إلى عند الحبيب علوي فرحان بالمركوب، ولما جلس مع الحبيب علوي قال له يا علوي، قال له لبيك، قال له علي أرسل لي مركوب وشغلنا معينية بغيت ما أصل إلى أحور وإلى النواحي القبلية. قال سكت الحبيب علوي، قال أعاد عليه الكلام فسكت، أعاد عليه الكلام وهو في سنه أو أكبر منه، وقال له يا علوي كأنك تتصامم عن كلامي، أقول لك شفنا بغيت كلام الأخرى. قال له أبو بكر، قال له لبيك، قال له المنية قربت تحس بنفسك وخلاص ذا الكلام. قال قام وقد رجليه تتثاقل وقد نلا يتصادفن على الأرض، ولا هي إلا 3 أيام حتى توفاه الله. هذه البصيرة النافذة، هذه البصيرة الشاهدة، هذه الأشياء التي تشاهد. وهؤلاء أي مكان يحضرون فيه تكون مكانهم عرفات، ويكون منزلهم عرفات، وربما يبيت الله بهم أهل عرفات، وربما يدرك الله بهم أهل عرفات. وكم من واحد من مثل هؤلاء الذين فتح الله لهم البصيرة وجعلها نافذة يتكلم عن شيء من أسرار الغيب الإلهي فيشاهده وكأنما هو أمامه، يتكلم عنه بمعرفة ويتكلم عنه بعلم اليقين. أين علم اليقين؟ علم اليقين ذكره لنا المولى سبحانه وتعالى في معرض الإنذار وفي معرض الإخبار. ذكروا لنا في معرض الإنذار في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. تكفي هذه السورة لو عدلها الإنسان، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى وقت زيارتكم وموتكم وانتم في تكاثر من الدنيا. ثم قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هذا في
تشاهدون هذول أهل البصائر النافذة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أهل صير هؤلاء يبعدون عن مظاهر المال. أهل صير الإمام المهاجر يخرج من بصرة الخضراء إلى حضرموت وإلى الوادي المنور، فيجلس فيه ويقيم فيه ويرغب في الإدامة فيه على ما في ذلك الوادي من شرف المعيشة ومن بعده عن العالم الإسلامي ومن بعده حتى عن الأمطار واسترسالها في أوقات تأتي أخرى. وكانوا رحمهم الله خرجوا حتى من هذه البلاد، من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة، وهما أفضل بلاد الله سبحانه، فضلهم المولى سبحانه وتعالى. أما مكة فهي بلده وحرمه، وأما المدينة فهي بلد نبيه وحرم نبيه. كان أهلكم وسلفكم لرغبتهم في البعد عن مظاهر الدنيا ولرغبتهم في البعد حتى عن أن لا يصير منهم شيء من عدم الأدب في هذه البلدين الشريفين، خرجوا إلى الوادي المنور. ثم ماذا عملوا في هذا الوادي؟ ماذا كان لهم في هذا الوادي؟ عملوا شيء من المظاهر، عملوا شيء من مظاهر المال.